يا ما جاب الغراب لأمه جاب لها ايه؟ أنا ندى وده ندى توكس وده الجزء الرابع من أصل جمل متداولة. لو حد جاب لك حاجة ما عجبتكش أو أنت شايف إن ملهاش قيمة كبيرة ممكن تقول ايه؟ احنا كمصريين بنعبر عن ده بمثل شعبي بيقول ايه؟ يا ما جاب الغراب لأمه. وزي ما اتفقنا مفيش حاجة بتتقال ملهاش معنى. بصوا بقى، فريق من الباحثين كان بيدرس حياة الغراب. طبعا بيعملوا ايه؟ بيراقبوا تصرفاتهم، الأكل، الشرب، الطيران، كل حاجة. وهم بقى بيراقبوهم وبيعملوا عنهم تقارير. لاحظوا ان الغراب بيعمل ايه؟ بيحب يلتقط اي حاجة بتلمع في الشمس، اي حاجة، حتة صفيحة، حتة مراية مكسورة، اي حاجة بتلمع يحبوا ان هم ياخدوها. وفي رحلة مراقبة الغربان اكتشفوا ان الغربان دايما ليها مكان سري. دايما بيكون الغراب عنده مخبأ سري تحت كوبري، ورا حجرة كبيرة، تحت برج او فتحة في شجرة ضخمة. المهم وصلوا المخبأ سري لغراب معين واقتحموا المخبأ. لقوا الغراب ده بقى مخبي ايه؟ ايد فنجان، قطع صفيح، مرايات مكسورة، كل حاجة بتلمع في الشمس، حتى الحاجات اللي ملهاش قيمة. ومن هنا الدراسات أثبتت إن الغراب بيحب يجمع أي حاجة بتلمع في الشمس، ليها قيمة أو ملهاش، ليها علاقة بالأكل أو ما تخصش، ما تفرقش، المهم إن هو ياخدها ويخبيها. انا لما عرفت الموضوع ده انبهرت. ليه؟ زمان وانا صغيره كنا قاعدين في مكان اوبن اير، صاحبه مامتي كانت قلع السلسله بتاعتها وحطها على الترابيزه، جه غراب وشد السلسله الذهب، وكان معانا واحده قاعده لقطت اللي حصل ده بسرعه، راحت شدت السلسله من الغراب بسرعه وانقذناها. قعدنا بقى نتريق ونقول ايه الغراب ده وازاي وجاي ياخد سلسله ذهب، ده غراب غريب جدا. ولما عرفت بقى اصل المقوله دي اتصدمت جدا واستغربت وقلت سبحان الله. فياما جاب الغراب لامه جت من تجميع الغراب للحاجات اللي بتلمع في الشمس حتى لو ملهاش قيمه. لا اوعى تسمع رأيه، ده لا ليه في التور ولا ليه في الطحين. ايه بقى قصة التور والطحين؟ يقول لك زمان في العصور القديمة كان بيمر على الفلاح المصري اوقات تقشف وجفاف فظيعة، فبسبب الجفاف والتقشف ده كان بيحصل ايه؟ نوع من انواع المجاعات. فكانوا الفقراء بيعملوا ايه؟ بيقفوا على ابواب طواحين القمح على امل ان اصحاب الطواحين يعطفوا عليهم بايه؟ بشويه قمح. الطواحين دي اللي كان بيجرها كان طور حجمه كبير جدا. المهم اصحاب طواحين القمح الاغنياء لما كانوا بيلاقوا عدد الفقراء اللي واقفين مستنيين القمح كبير جدا، فعلشان يمشوهم كانوا بيقولوا لهم ايه؟ انتوا لا ليكوا في التور ولا ليكوا في الطحين، معنى كده ان احنا مش هندي لحد حاجه. ومن هنا بدا تداول الجمله دي وصلت لنا بمعنى ايه؟ ان الشخص اللي ملوش لا في التور ولا في الطحين ملوش في اي حاجه ابدا. لا الراجل ده مش هيساعدك، ده عامل نفسه من بنها. بنها دي محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، والمسافة ما بينها وما بين القاهرة صغيرة جدا، والناس علشان توصل لبنها كانوا بيركبوا القطر، قطر الوجه البحري. وعشان بنها قريبة جدا من القاهرة اللي كان بيروح بنها عن طريق القطر ما كانش بيدفع تذكرة. الناس بقى اللي كانت رايحة محافظات تانية أبعد من بنها بكتير لازم يعملوا إيه؟ يحجزوا تذكرة. فاللي معهوش فلوس كان بيعمل ايه؟ كان بيركب وبيقعد على كرسي، ولما الكمساري اللي بيلم التذاكر يجي يقول له فين تذكرتك يقول له ايه؟ انا نازل بنها. لو حد جه قال له الكرسي ده بتاعك يقول له لا بس اصلا انا نازل بنها. بالتالي كانوا بيسيبوهم على اساس ان هم ايه؟ نازلين بعد مسافه صغيره. بس الحقيقه ان كان في ناس كتير جدا بتستغل الموضوع ده عشان توصل لمحافظات في مسافات ابعد جدا من غير ما تدفع تذكره. من هنا وصلت لنا الجمله بس بمعنى ايه؟ بمعنى استغلال الشخص لموقف معين بس لمصلحته الشخصيه. المثل اللي بعده: رجعت ريمة لعادتها القديمة. وفي أقوال تانية رجعت حليمة لعادتها القديمة. طيب جاي منين المثل ده؟ أولا المثل ده بيتقال عن إيه؟ بيتقال للشخص اللي كان بيعمل عادة معينة وبطلها وبعد فترة من الوقت رجع يعملها تاني، فساعتها بنقول له رجعت ريمة لعادتها القديمة. المهم بيقول لك مين ريمة أو حليمة؟ دي مرات حاتم الطائي. حاتم الطائي ده كان راجل معروف بالكرم الشديد جدا جدا جدا، بس للأسف مراته اللي هي ريمة أو في أقوال تانية حليمة كانت عكسه تماما، معروف عنها البخل الشديد. المهم حاتم الطائي بما إنه راجل كريم كان طول الوقت بيته فيه ضيوف وكان على طول بيعزم أصحابه، بس مراته لأن هي ست بخيلة كانت بتعمل إيه؟ كانت لما بتعمل الأكل بتحط فيه سمنة قليلة جدا، فالأكل بيطلع طعمه وحش قوي. هي أصلا مش عايزة تطبخ للضيوف من شدة بخلها. المهم كان جوزها حاتم الطائي بيتكسف جدا لما بيلاحظ ان ضيوفه مش مبسوطين من الاكل وباين عليهم قد ايه طعم الاكل وحش، فعمل ايه؟ قال لها تعرفي ان انا عرفت معلومه مهمه جدا، بيقولوا ان الست لما تحط سمنه كتير في الاكل عمرها بيزيد، يعني مع كل معلقه سمنه في الاكل عمرها بيزيد يوم. حليمه او ريمه اتأثرت جدا بالكلام ده وبدأت تزود السمنه جدا في الاكل. الناس كلها لاحظت قد ايه اكلها بقى لذيذ وطعمه حلو. حاتم الطائي في الوقت ده كان فخور جدا في وسط اصحابه، بس اللي حصل ان ابنها مات بعدها بفتره فزهدت في الحياه وما بقتش عايزه تعيش، فرجعت تقل تاني في السمنه في الاكل على امل انها تموت بسرعه. طبعا ايه اللي حصل؟ اصحاب حاتم الطائي وهو نفسه بدأوا يلاحظوا ان اكلها رجع طعمه وحش تاني، فقالوا ايه؟ رجعت ريمه لعادتها القديمه. دي الروايه الاولى. طب ايه الروايه التانيه؟
هو نفس موضوع اكلها الوحش، بس الروايه التانية ذكرت ان هو قال لها تعرفي ان كل معلقه سمنه زياده في الاكل بتشيل الشيب من الشعر، فبدات تزيد السمنه في الاكل على امل ان شعرها ما يشيبش وتفضل شباب. بس لما الشيب كسى شعرها وشعرها كله بيض، عرفت انها خدعه ورجعت تشيل السمنه تاني من الاكل، ورجع اكلها يبقى طعمه وحش، فرجعت الناس تقول ايه؟ رجعت ريمه او حليمه لعادتها القديمه. انا كده خلصت، يا رب تكون الحلقه كانت لذيذه. اشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك والشير، ويا سلام لو تشتركوا في القناه. باي باي.